حكايتنا بتبدأ مع مشاهد من حياة كلب شجاع اسمه دينيرو. واضح من أول لحظة إن صاحبه اللي اسمه بلو بيعامله معاملة وحشة جدا عشان يجهزه للمشاركة في قتالات الرهان العنيفة والمميتة. في مشهد تاني بنشوف عربية بتجري بسرعة جنونية جواها عصابة مكونة من 4 أفراد. واضح إنهم هربانين من الشرطة اللي بتطاردهم بكل قوتها، لكن الكارثة بتحصل وبتعمل العصابة حادثة مروعة. السواق بيموت في الحال وما بيفضلش غير 3 بس، ووكر وستيسي وجيج. أول ما بينزلوا من العربية اللي اتدمرت بيلاقوا نفسهم قدام مكان مهجور شكله غريب. جيج بيعرض عليهم إن كل واحد ياخد نصيبه من الفلوس ويهرب لوحده، لكن ووكر بيعارضه وبيقوله إن الشرطة مالية كل مكان. بيقرروا إنهم لازم يستخبوا في المكان المهجور ده لحد ما يلاقوا لهم طريقة يهربوا بيها بأمان. لما بيدخلوا بيكتشفوا إن المكان ضخم جدا، والأخطر إن فيه حفر كتير في الأرض ممكن أي حد يقع فيها في أي لحظة. ستيسي بيتصل بواحد من معارفه عشان يجي ياخدهم عربيته، لكن الشخص ده بيعرفه إن صورهم ظهرت في كل نشرات الأخبار وإن الشرطة منتشرة حوالين المكان ده بالذات. بيقول لهم يفضلوا في مكانهم لغاية تاني يوم عشان يقدر يتصرف ويجي ياخدهم. بس المصيبة إن الشخص ده بيطلب 50% من الفلوس اللي سرقوها عشان بس يهربهم. لما ووكر بيعرف كده بيوجه اللوم على جيج وبيقول له إنه السبب في فشل عملية السرقة كلها. بنعرف إنهم كانوا بيسرقوا صيدلية. وقتها جيج سابهم وفضل يدور على أدوية مخدرة لأنه مدمن. بسبب اللي عمله ده الشرطة عرفت مكانهم وبدأت تطاردهم. أثناء ما ووكر بيتكلم مع جيج بيلاحظ إن جيج مش في حالته الطبيعية خالص، فبيبلغ ستيسي وبيقول له إن جيج مريض. لكن ستيسي بيقول له إن دي أعراض الانسحاب لأن جيج بقاله فترة طويلة ما خدش ممنوعات. جيج بيأكد كلام ستيسي وبيقول لهم إنه محتاج ياخد جرعة مخدر ضروري. مع إن ووكر وستيسي كانوا رافضين تماما، بس ما كانش قدامهم حل تاني. لو حالة جيج اتدهورت هيكون عبء عليهم ومش هيعرفوا يهربوا بسببه، فووكر بيديله الشنطة اللي فيها الفلوس والممنوعات. جيج بياخد الشنطة وبيروح يدور على أي مصدر مية عشان ياخد الجرعة. بيروح لمكان مخصص لتغيير الملابس، لكن بيكتشف إن المية مقطوعة في المكان كله. بيشوف قدامه دواليب فبيدور فيها في أمل إنه يلاقي مية، وبيستغرب لما بيلاقي أدوات وأدوية ومنشطات كتير. فجأة بيسمع صوت غريب قريب منه. بيمشي ورا مصدر الصوت ده وبيتصدم لما بيشوف دينيرو قدامه وجنبه جثة واحد ميت. الجثة دي كانت جثة مدرب دينيرو. جيج وقتها بيفهم إن دينيرو هو اللي قتل الشخص ده. بيفضل واقف مكانه من شدة الصدمة لحد ما بيجي ووكر وستيسي وبيشوفوا الكلب والجثة. بيهربوا بسرعة قبل ما يهجم عليهم، وأثناء ما هم بيهربوا الشنطة بتقع من جيج. الكلب بيفضل يجري وراهم لحد ما بيقفلوا عليه باب الغرفة وبيحبسوه جواها. بيسمعوا صوت الكلب وهو بيخبط على الباب بقوة. لحسن الحظ الكلب معرفش يخرج وراهم. في اللحظة دي ستيسي بيكون مصدوم ومش مستوعب اللي بيحصل، فووكر بيقوله إن الكلب ده من النوع اللي بيشارك في قتال الرهان، والكلب اللي بيشارك في ده لازم يموت الكلب اللي قدامه عشان يكسب. ده معناه إن الكلب ده شرس جدا ويقدر يخلص على أي واحد فيهم بسهولة، خصوصا إنهم مش معاهم أي سلاح يدافعوا بيه عن نفسهم. ستيسي بيقترح إنهم يخربوا من المكان ده بسرعة ويبقوا يرجعوا ياخدوا الشنطة بعدين، لكن ووكر بيقوله إن ده مش هينفع لأن الشرطة مالية الشوارع وبتدور عليهم، وإن مفيش قدامهم غير إنهم يستنوا في المكان ده لحد ما العربية تيجي تاخدهم. جيك بيقطعهم وبيكون عايز يروح يجيب الشنطة وياخد جرعة الممنوعات. ستيسي بيتعصب وبيحاول يمنعه لأنه لو خرج الكلب ممكن يموته، لكن جيك بيصم على رأيه وبيكون عايز يخرج، فستيسي بيضربه لحد ما يغمى عليه عشان يمنعه من الخروج. بعدها ووكر وستيسي بيقعدوا سوا وبيتكلموا عن الحيوانات. ووكر بيحكي لستيسي قصة حصلت أيام شبابه. في مرة كان بيسرق فلوس عشان يجيب هدية لبنته في عيد ميلادها، لكن عملية السرقة فشلت، فقرر يسرق سمك من محل حيوانات أليفة عشان يقدمه هدية لبنته. لكن كل السمك الصغير مات وما فضلش غير سمكة واحدة بس هي اللي عاشت. ستيسي بيقوله إنه هو كمان عنده ذكرى مع الكلاب. بيقوله إنه كان عايز يسرق نوع نادر من النباتات اللي بيستخدمها تجار الممنوعات. بعد شوية بحث عرف إن في راجل عجوز بيدرب نوع من الكلاب عشان يشموا ريحة النبات ده ويوصلوا لمكانه. ستيسي قرر إنه يشتري كلب منهم عشان يساعده في عملية السرقة، وفعلا الخطة نجحت، ومن وقتها وستيسي بقى بيحب الكلاب. بعد ما بيخلص ستيسي قصته بيكتشفوا إن جيج مش موجود. بيقلقوا وبيدوروا عليه في المكان وبيكتشفوا إنه هرب من فتحة موجودة في الحائط. وقتها بيفهموا إن جيج هرب عشان يجيب الشنطة والفلوس والممنوعات.
بنروح لجيج اللي بيمشي بهدوء وحذر شديد عشان الكلب ما يسمعش صوته. لما بيوصل للشنطة ما بيلاقيش الكلب هناك، بياخد الشنطة وبينزل من على السلم بسرعة. أول ما بيوصل لمكان آمن بياخد جرعة من المخدر وبيغيب عن الوعي. في اللحظة دي ووكر وستيسي بيشوفوا من الشباك عربية شرطة بتوصل للمكان، بينزل منها شرطي ومعاه كلب بوليسي وبيدخل المبنى عشان يدور عليهم. ساعتها دينيرو بيشوفهم لكنه ما بيهجمش على الشرطي ولا الكلب اللي معاه وبيختفي من قدامهم. الشرطي بيفضل يدور في المكان لكنه ما بيوصلش لأي حد من العصابة وبياخد الكلب وبيمشي. بعدها ووكر وستيسي بيسمعوا صوت جاج وهو بيخبط على الباب عشان يفتحوله. بيشيلوا الحاجات اللي حاطينها ورا الباب بسرعة. جاك بيعرفهم إن الكلب مش موجود وإنه قدر يجيب الشنطة بسهولة، ده غير إنه لقى عربية في الدور اللي تحت ممكن يهربوا بيها، وإن الشخص اللي قتله الكلب معاه مفاتيح العربية. في اللحظة دي ستيسي بيفتح الباب وبيعاتب جاك بسبب اللي عمله، وفجأة دينيرو بيهجم على جاك وبيوقعه على الأرض وبيعضه. بيشوف ووكر قدامه وبيجري وراه، ووكر بيحاول يهرب بسرعة لكنه بيقع وبيتصاب إصابة شديدة. ستيسي بيتحرك بسرعة عشان يشتت انتباه دينيرو ويبعده عن ووكر، وفعلا دينيرو بيسيب ووكر وبيجري ورا ستيسي. ستيسي بيهرب عشان يدي فرصة لووكر إنه يخرج ويقفل الباب وراه. بعدها بيجري ستيسي وبيخرج من الفتحة اللي في الجدار وبيسيب دينيرو محبوس في الغرفة. ستيسي بيجري على جاج عشان يطمن عليه لكنه بيتفاجئ إن دينيرو بيخرج هو كمان من فتحة الجدار وبيجري وراهم. ووكر وستيسي بيسحبوا جاج بسرعة لحد ما بيوصلوا لغرفة تانية وبيقفلوا عليهم. في الغرفة التانية ستيسي بيربط ايد جاج عشان يوقف النزيف. جاج بيشكره وبيعتذر له على كل حاجة غلط عملها. فجأة ووكر بينده عليهم لأنه لقى حاجة مكتوبة على الجدار في الغرفة. من خلال الكلام المكتوب بيعرفوا إن دينيرو اسمه دينيرو وإنه بيشارك في بطولات قتال الرهان. قدر يفوز على كلاب كتير لحد ما وصل للمباراة النهائية. الغريب إنه في المباراة دي كان بيقاتل ضد كلبين مرة واحدة. ووكر بيسأل جاج لو بيحب الكلاب ولا القطط. جاج بيقول له إنه بيحب الكلاب أكتر وبيحكي لهم قصة من أيام طفولته. بنرجع بالزمن لورا. جاج بيلاقي كلب متعور في الشارع وبياخده البيت عشان يعالجه، لكن أبوه بيرفض يخليه يقعد معاهم، فجاج بيقرر يربيه في الحظيرة من غير ما أبوه يعرف. جاج ما بيكونش عارف يشتري أكل للكلب، فبيقرر إنه ما ياكلش أكل المدرسة وبيديه للكلب، ولما بتيجي الأجازة بيروح يسرق أكل من المحلات. في مرة صاحب محل بيشوفه، فجاج بيبدأ يسرق الأكل من البيت من ورا أبوه لحد ما أبوه بيكتشف اللي بيعمله. في مرة جاج بيروح عند الكلب وبيتفاجئ إن أبوه مستنيه هناك. في الوقت الحالي جاج بيعيط وهو بيحكي لووكر وستيسي إن أبوه اتخلص من الكلب وما خلاهوش يشوفه تاني، ومن شدة حزنه بيسيبهم وبيروح يقعد في مكان لوحده وبيفضل يعيط. في اللحظة دي ووكر وستيسي بيكتشفوا بالصدفة إن في غرفة سرية في المكان. لما بيدخلوا بيلاقوا فيها فلوس كتير، فبيستنتجوا إن دي فلوس المراهنات. بيقرروا ياخدوا الفلوس ويمشوا قبل ما صاحب المكان يجي. ستيسي بيطلب من ووكر يحط الفلوس في الشنطة لحد ما يروح يبلغ جاج. ستيسي بيتصدم لما بيشوف جاج ميت، ده حصل بسبب إنه أخد جرعة زيادة. بيوصف ستيسي جاج بإنه غبي لأنه ضيع نفسه. ستيسي بيفتكر حبيبته اللي اسمها جريس لما طلبت منه يبعد عن حياة الإجرام اللي هو عايشها، ووعده إن دي هتكون آخر عملية سرقة وهيرجع لها تاني. بيفوق ستيسي من ذكرياته على صوت ووكر وهو بيستعجلوا عشان يمشوا. ستيسي بيغطي جاك بالجاكيت بتاعه وبيروح ورا ووكر. بيتفاجئ إن ووكر مصاب في بطنه. ووكر بيطلب منه ياخد الفلوس ويمشي لوحده، لكنه ستيسي بيرفض وبيرمي التليفون على الأرض. ستيسي بيقول له إنه مش هيمشي من غيره. بيفكر ستيسي كلام جاج عن العربية وبيبلغ ووكر إنه هيروح يجيب مفتاح العربية من جثة صاحبها وبعدها هيرجع ليه عشان يهربوا سوا. بيمسك ستيسي حديدة في إيده وبيتحرك ناحية مكان جثة المدرب. بيمشي بحذر شديد تحسبا لظهور دينيرو في أي لحظة. لما بيوصل للمكان اللي شاف فيه جثة المدرب ما بيلاقيش الجثة في مكانها، لكنه بيلاقي أثر دم على الأرض. بيمشي ورا الأثر ده لحد ما بيلاقي الجثة جوه غرفة صغيرة. لما بيوصل عند الجثة بياخد منها مفاتيح العربية بسرعة، لكنه فجأة بيلاحظ إن في جثث كلاب كتير ميتة قدامه، والغريب إنها كلها من نفس نسالة دينيرو. ستيسي بيتصدم وبيكون متأثر جدا لدرجة إن الدموع بتظهر في عينيه. فجأة بيظهر دينيرو قدامه من بين الجثث. ستيسي بيجري منه بسرعة وبيقفل الباب وراه قبل ما يلحقه.
بيفضل يدور على مكان يستخبى فيه، لكنه دينيرو بيفضل يخبط في الباب لحد ما بيكسره. أول ما بيخرج بيجري وراه ستيسي. ساعتها ستيسي بيجري بأقصى سرعته عشان يهرب. فجأة بيشوف قدامه ماسورة كبيرة فبينزل جواها. بعد ما بيخرج منها بيلاقي نفسه قدام أتوبيسات قديمة، فبيدخل يستخبى جوه أتوبيس منهم. بيبص في المراية بتاعة الأتوبيس وبيشوف دينيرو وهو بيعدي من جنبه. بيهدى ستيسي وبيكون فاكر إن دينيرو خلاص مشي، لكنه بيتصدم لما بيشوفه وراه وهو بيجري ناحيته. ستيسي بيخرج من شباك الأتوبيس بسرعة وبيطلع فوق الأتوبيس، ودينيرو بيطلع وراه. بيفضل ستيسي ينط من أتوبيس لأتوبيس لحد ما بيهرب من المكان، وبيدخل جوه مخزن قديم عامل زي المتاهة. بيجري جوه المكان ده ودينيرو بيجري وراه. فجأة ستيسي بيلاقي نفسه وصل لآخر المكان ومفيش أي مهرب، لكنه بيشوف بيانو قدامه وبيستخبى جواه. لما بيجي دينيرو بيفضل يدور على ستيسي وما بيلاقيهوش. بيكون على وشك إنه يروح يدور عليه في مكان تاني، لكن نقطة عرق بتنزل من ستيسي. ساعتها دينيرو بيعرف مكانه وبيفضل يخبط في البيانو لحد ما بيكسره. بيقع ستيسي على الأرض وبيغمى عليه. لما ستيسي بيفوق بيكتشف إن البيانو وقع على دينيرو واتحشر وسط الحطام ومش عارف يخرج. ستيسي بيستغل الفرصة دي وبيقرر إنه يهرب بسرعة، لكنه بيسمع صوت دينيرو وهو بيتألم. بيصعب عليه، فبيرجع له وبيشيل حطام البيانو من عليه. بعد ما بيتحرر دينيرو بيقف قدام ستيسي وما بيهجمش عليه وبيسيبه وبيمشي. بعدها بيرجع ستيسي لوكر وبيحكي له على اللي حصل وبيطمنه إن دينيرو مش هيهجم عليهم تاني. بعدها بيساعده لحد ما بيوصلوا للعربية، لكن أول ما بيفتح ستيسي باب الجراج بيلاقوا عربية جت ووقفت قدامهم. بينزل منها بلو. أول ما بيشوف شنطة الفلوس معاهم بيضرب عليهم نار وبيقتل ووكر. بيحزن ستيسي بسبب موت صاحبه، لكنه بيشوف بلو وهو جاي ناحيته معاه بندقية. بيهرب ستيسي بسرعة وبيدخل جوه مكان. بيتفاجئ لما بيلاقي نفسه قدام باب غرفة كبيرة، لكن الباب بيكون مقفول بالقفل. بلو بيدخل وبيفتح النار على ستيسي. ستيسي بيطلع على السلم بسرعة عشان يحمي نفسه، لكن بلو بيضرب عليه نار كتير. ستيسي بينط من فوق السلم وبيقع على عربية قديمة. بعدها بيخرج من العربية وبيروح يدور على مكان يستخبى فيه. في اللحظة دي بلو بيدخل جوه المكان وبيقف قدام 3 قوارب، وبيخمن إن ستيسي مستخبي تحت واحد منهم. وهنا بلو بيحكي قصته لستيسي عشان يسمعها قبل ما يخلص عليه. بيقول له إن أمه كان عندها جنينة قدام البيت مليانة بالزهور الجميلة، وجارهم كان عنده كلب من نفس سلالة دينيرو، والكلب ده كان بيدخل الجنينة وبيدمر كل الزهور. ده كان بيسبب ألم كبير لأم بلو، وكانت بتحزن. كانت بتصلح الجنينة وتزرع الزهور تاني، لكن الكلب كان بيجي برضه ويدمرها. بلو قرر إنه يروح يتكلم مع صاحب الكلب، لكنه اتفاجئ إن صاحب الكلب شخص شرير ومش مهتم بكلامه، وخلى الكلب يروح يدمر الجنينة تاني بعد ما أمه صلحتها. وهنا بلو قرر إنه ينتقم من الكلب وصاحبه، وضربه بالنار وخلص عليهم هما الاتنين. ومن وقتها بقى بيدرب الكلاب اللي من نفس سلالة دينيرو ويشارك بيهم في قتالات المراهنات ويكسب من وراهم فلوس كتير. أثناء ما بلو بيتكلم بيضرب نار على القوارب عشان يقتل ستيسي وياخد منه شنطة الفلوس. ستيسي بيكون مستخبي تحت واحد من القوارب فعلا، لكن قبل ما بلو يوصل لمكانه بيقدر يهرب وبيطلع يجري على السلم بسرعة. بلو بيشوفه وبيضرب عليه نار وبيصيبه في كتفه، لكن ستيسي بيجري بسرعة لحد ما بيوصل لآخر دور. فجأة بيلاقي نفسه قدام حفرة كبيرة تحتها بركة مية. بلو بيجي وبيحط البندقية على الأرض لأن الذخيرة خلصت، وبيطلع مسدسه وبيقف قدام ستيسي اللي بيكون مش لاقي أي مكان يهرب له. بيضرب عليه نار، لكن الطلقة بتيجي في شنطة الفلوس. ستيسي بيقع من الارتفاع العالي ده وبينزل في المية. بلو بيستمر في إطلاق النار عشان يقتله. لحسن الحظ إن ستيسي ما اتصابش، وساعتها بيشوف قدامه فتحة تحت المية. بيسيب شنطة الفلوس وبيعدي من الفتحة دي.
بيطلع ستيسي من تحت المية وبيلاقي نفسه جوه حلبة قتال الكلاب، لكن بلو بيظهر فجأة وبيضرب ستيسي بالنار وبيصيبه في بطنه. ستيسي بيقع على الأرض، بلو بيقرب منه وبيكون على وشك إنه يقتله، لكن فجأة بيجي دينيرو وبيقف قدامهم. بلو بيستغرب لأن المفروض إن دينيرو يكون ميت أصلا. بنرجع بالزمن لورا، بلو بيكون ماشي بعربيته وبيشوف دينيرو قدامه وهو لسه جرو صغير. دينيرو بيكون بيدور على أي حاجة ياكلها، فبلو بيقرر ياخده ويربيه. بعد ما بيكبر بيسلمه للمدرب عشان يدربه على القتال. بعد فترة التدريب بياخدوه وبيروحوا لحلبة قتال للكلاب. بلو بيطلب من صاحب الحلبة إنه يعمل مباراة ما بين دينيرو وما بين أضخم كلب عنده. صاحب الحلبة بيرفض لأن دينيرو حجمه صغير والكلب التاني ضخم وهيقتله بسهولة، لكن بلو بيصم إن دينيرو يواجه الكلب الأكبر منه، وفعلا بيقاتل دينيرو الكلب الأكبر منه، والمفاجأة هنا إنه بيهزمه. بلو بيفرح وبيقرر إن دينيرو هيشارك في بطولة المراهنات. بيقدر دينيرو يكسب مباريات كتير، لكن في المباراة النهائية بيقاتل كلبين من أقوى الأنواع. للأسف دينيرو ما بيقدرش يهزمهم وبيتعور وجسمه كله بينزف. مع إن المباراة انتهت بالتعادل، لكن بلو ما كانش عاجبه اللي حصل وبيطلب من المدرب إنه يموت دينيرو. بنعرف إن ده اللي بيعمله بلو مع أي كلب من كلابه بيخسر. المدرب بينفذ كلام بلو وبياخد دينيرو على غرفة الكهرباء، بيحط على جسمه مية وبعدها بيوصل بجسمه كابلين كهرباء عشان يصعقه. بيظهر إن دينيرو عض المدرب في إيده وبيخرج من الغرفة عشان يحط مطهر على الجرح. وقتها بيكون المدرب فاكر إن دينيرو مات من الكهرباء، لكنه بيتصدم لما بيسمع صوته جوه الغرفة. بعدها بيهجم دينيرو على المدرب وبيخلص عليه. بنكتشف إن الجثة اللي كان واقف قدامها دينيرو في الأول هي جثة المدرب اللي كان بالنسبة له الصاحب الشرير اللي خلاه يتحول لوحش. بيظهر إن بلو عارف إن دينيرو عايز ينتقم منه، فبيحاول إنه يضربه بالنار، لكن دينيرو بيهجم عليه وبيعضه. بلو بيدافع عن نفسه وبيضرب دينيرو بالنار، لكن دينيرو ما بيسيبوش غير لما بيخلص عليه. بعدها بيقع دينيرو على الأرض جنب ستيسي. بيقرب منه ستيسي وهو بيعيط وبيطبطب عليه لحد ما بيموت. بيكون ستيسي حزين بسبب اللي حصل لدينيرو. بعد فترة بنشوف جريس حبيبة ستيسي وهي واقفة على الشاطئ، بتبص على ستيسي اللي بيكون ماشي على الشاطئ ومعاه جرو صغير من نفس فصيلة دينيرو. وبكده بينتهي فيلمنا بعهد جديد بعيد عن الجريمة والماضي الأليم.